السلام عليكم. اليوم جبنا لكم قصة خيالية. حصلت القصة هذه في عام 2005. في ضابط مسؤول عن قرية، مسؤول على واحدة من القرى اللي موجودة في إب. هذا الضابط محبوب عند الناس كلهم، ونشيط ورياضي وأخلاقه عالية جدا. ويوميا بالصبح يقعد جنب مدرسة، والمدرسة هذه تقع جنب بيته. أول ما يقوم بالصبح يدرب الطلبة طابور الصباح. هذا هو الضابط الذي يسوي لهم طابور الصباح. الرجال هذا الضابط نشيط جدا، وأهل القرية يحبونه ويحترموه. استمر هذا الرجال الضابط لمدة طويلة جدا في هذه القرية، والكل يعرفه، الصغير والكبير، والكل يحبه ويحترمه. ويوم من الأيام الضابط هذا تغير 150 درجة. ليش تغير الضابط هذا؟ صارت له مشكلة مع زوجته، وزعلت وروحت بيت أهلها مع عيالها، ورفضوا أهلها أنهم يرجعوا له مراته نهائيا. الضابط صارت نفسيته تعبانة وعصبي جدا جدا مع أهل القرية هذه، لأنه صار وحيد. بدأ أسلوبه يتغير مع أهل القرية هذه جدا جدا، وصار يتعامل مع أهل القرية هذه بقساوة جدا وعصبية جدا. ويا ويل أي واحد ما يسمع كلامه. والرجال متعافي بقوة جسده، يعني الرجال مدرب، لو يتشاجر هو واحد لا يطحن طحن. وهالقرية هذا عارفين له عنده سلاح. وهذا الضابط فوق هذا كله مسؤول القرية. أنا أشهد أن المرأة تغير الرجل. هو ليش غضب أن مرته حنقت منه، ولعبت بنفسيته كاملة. فعلا إذا المرأة حبت تدمر زوجها، جننيه أول ما يوصل من الدوام للبيت. يرجع الزوج يخرب لا وظيفة لا حياة. الضابط هذا كان محترم، وانت تزنين على راسه أكيد بيزعل وبيسوي لنفسه مشاكل. الرجال هذا الضابط تمادى على أهل القرية شوية شوية، قام يفرض سيطرته على جميع القرية. ما هو قانوني ولا هو إنساني أصلا. وحط لهم قانون. القانون اللي صار بالقرية هذه، أي سيارة تجي بعد الساعة 8 ممنوع تدخل القرية هذه. حط نقطة تفتيش في بداية القرية بعد صلاة العشاء، يعني الساعة 8 ممنوع أي سيارة تدخل مهما كان. واللي يجي بعد صلاة العشاء يصير له القرية اللي جنبها، ينام للصبح ويجي للقرية هذه، حتى لو هو ساكن بالقرية هذه. يعني ممنوع يدخل أي واحد بعد صلاة العشاء. ما لكم بالطويلة، ويجي واحد من أهل القرية هذه قد لفترة عايش في صنعاء، يعني شغله في صنعاء الرجل هذا، وجاء على سيارة نوعها بيجو، ويجي عند النقطة حق القرية الساعة 1 بالليل. أول ما وصل العساكر بلغوا الضابط، كلموه قالوا له في سيارة بيجو تشي تدخل. رد عليهم الضابط وخلوه يكلم الرجال هذا. الرجال قال له أنا ساكن بالقرية هذه، أش أدخل عندي، يعني يروح لبيتهم. قال له الضابط دور لك قرية تنام فيها للصبح وترجع تدخل القرية حقك، حتى لو أهلك عندنا ممنوع منعا باتا إنه يدخل القرية هذه. أو نام داخل السيارة جنب النقطة للصبح ورجع ادخل. رد عليها الرجل هذا قال له والله لا تدخل غصبا عنك. رد عليها الضابط قال له شلون تدخل؟ قال له والله لا تدخل. صاحب البيجو هذا عشق السيارة ويدخل بالسيارة من جنب النقطة، ويلحقها الضابط معصب عصابة، يعني كأنه الرجل هذا قتل ولده ولا أبوه. وينزل صاحب البيجو من السيارة ويضربه ضرب عنيف جدا، ويكسر سيارته البيجو. الرجال حتى ما دافع عن نفسه، لأن الضابط هذا عملاق جدا وقوي، جسمه يعني متدرب جدا جدا. لو يضاربه ولا يمزد بد يده بينضرب ضرب أعنف من اللي ضربه. أهم حاجة صاحب البيجو هذا هرب رجل وينط من لا داخل البيت من فوق السور،
وطلع من البيت هذا للجهة الثانية، يعني شرد من الضابط والأفراد اللي معه. العسكر والضباط رجعوا إلى مكانهم للنقطة، يعني وصل نقطة ساعة كذا، ويشوف لك صاحب الفيديو هو جماعته وعيال عمه وأخوته بالسكاكين بالأوالي بالصمل بالعصي بكل الأسلحة، ويمسكوا الأفراد ويمسكوا لك بالذات الضابط. ايش سووا فيه؟ سووا بالضابط هذا شيء ما يتسوى، على طول اطلقوا عليه النار برجله، 5 طلقات صارن برجله. بعد ما ضربوا عليه الرصاص هجموا عليه بالعصي وبالسكاكين، ضربوا الضابط هذا حتى اغمى عليه، وبين رجله 5 طلقات رصاص. بعد ما كملوا مكان الرصاص اللي برجله عبوها تراب وحصى عشان يصير به غرغرينة أو يموت، يعني هذا لما تروح وسط الجرح حصى يعني يصير له غرغرينة أو يموت يتألم زيادة. أهل القرية المساكين هؤلاء يسمعوا ضرب والرصاص وهذا، لكن خايفين من الشرطي هذا الضابط، يعني لو خرج واحد من الساعة 8 يمكن يجلده جلد، خايفين ما خرجوا إلا بالفجر، وحصلوا الضابط مرجوم عند النقطة، لكن عاد كان فيه روح، ما كانوا عارفين إن الضرب هذا كان فوق الضابط. المهم جاءوا بعد صلاة الفجر، أخذوا الضابط هذا ولا أقرب مستشفى. هم كانوا يحسبون أن الضابط هذا ميت، لكن لما ودوا للمستشفى كان عايش. تحسبون أن القصة كملت لا هنا؟ القصة عاد الآن بدأت، لأن القصة بدأت الحين، بدأت الكارثة بالقصة. الضابط المسكين هذا ودوا للمستشفى، رجله هذه خاست، قطعوها وزادوا وشالوا عظمة الأنف، لأني حصلت له ضربة بصميل بالنخرة، كانت العظمة حق أنفه متهشمة بشكل غريب جدا جدا، شالوها. صار الضابط هذا لا معه خشم يعني نخرة ولا رجل، وبعد قاصين اذنه، يعني صار الضابط هذا يخوف. بس بعد هذا الضرب كله وقطعوا رجله واذنه ونخرته عاش مشوه جدا. بعد ما طلع من المستشفى بعد 6 أشهر أو 5 أشهر، هو جلس 6 أشهر لأنه وقعت به غيبوبة يمكن لمدة 2 أو 3 أشهر. كان صحى وشاف رجله لا نخرة لا إذن، اتفاجأ منظره، صار يخوف جدا جدا، ورجال عملاق بجسمه، وزاد ما عنده خشم يعني نخرة ولا إذن، يعني كيف بتصور تشوفه؟ سوى لهم رعب داخل القرية هذه، يمشي على عكازة لا نخرة ولا إذن، وحش يمشي داخل القرية هذه. الضابط هذا انكسر كسرة مو طبيعية جدا، كان يجلس بالبيته ما يخرج، لا عنده مرة ولا عياله، لا رجل لا نخرة لا إذن، صار شكله مسكين جدا، لا حول ولا قوة إلا بالله. الضابط دخل في حالة نفسية سيئة جدا جدا، قعد في بيته 1 2 3 أشهر، قرر انه ينتحر وينهي حياته من الدنيا هذه، لكن كان يفكر قبل ما ينهي حياته ينتقم من الذي كسروا له رجله ونخرته وإذنه. ال3 أشهر هذه كان يدرس بها من الذي اعتدى على اللي كان قاعد بها بالبيت، من الذي ضربه، من هم، ومن اللي جاء مع الرجل صاحب البيجو، وين بيوتهم، ايش اساميهم، كم عدد أسرة كل واحد من الذي ضربوه. هذا كان تفكير، يعني بيخطط يعني ينتقم انتقام شرس جدا جدا لا يخطر على بال أي إنسان. والرجال عسكري، يعني معه خطط معه أفكار، وفوق هذا معه سلاح، وقام يمشي داخل القرية بسلاحه بالعكازة يعني وقنابل معه، يعني زي فيلم رامبو، عرفتوا فيلم رامبو ولا جيكشان؟
لو ما يدخل ويتمشى بالقرية جاب لهم الرعب بعكاز، ونخرته ما في مشوه، وفوقه أسلحة، وجنبيته ممكن وعليه 15 قنبلة، ويتمشى داخل القرية. هذا جاب لهم الرعب. منظره صار مرعب جدا جدا، والذي يشوفه يخاف. المهم ايش كان ناوي الضابط هذا؟ وين توجه؟ وين راح؟ اسمع القصة الذي ما تنقص على اي واحد. اول بيت توجه له بيت واحد من الاشخاص الذي هجموا عليه بالنقطة وضربوه. الرجال سلاحه معه ومعه قنابل. الضابط هذا محتفظ منها بالأسلحة هذه من أيام الجنوب، الجبهات والهذا، ويخرج سلاحه ويضرب على البيت هذا ويرجم له داخل البيت 2 قنابل. أهم حاجة قتل الرجال الذي اعتدى عليه وزوجته. عياله سمعوا الرصاص، عيال الرجال هذا اللي اعتدوا على الضابط، يعني من خوفهم خرجوا لبرا للشارع يشوفوا من الذي بيطلق النار على بيتهم ويرجم القنابل، وذبح العيال كلهم، خلاهم منذوقين بالأرض على واحد واحد كلهم العيال. تحسبون انه الرجال خلص؟ لا، عادوا بدأ الأكشن. راح البيت الثاني ابن صاحب البيجو هذا الذي اعتدوا عليه، وهذا الشخص هو الذي رماه برجله اللي ضرب عليه الرصاص. المهم ايش سوى فيه؟ قعد ياخذ حصى ويرجم بها للشباك حق بيت ولد صاحب البيجو هذا، ورجع رجم قنبلة لا داخل البيت من الطاقة، رجمها. ذبح الولد هذا ابن صاحب البيجو وزوجته وعياله وأم زوجته بالرشاش دخلهم، وبعد ما رجم القنبلة هم خافوا ورجع ضربوا الكل. الأسرة كلها راحوا ملح. تفكرون انه اكتفى بهذا الجرائم؟ لا، ما اكتفى. راح للبيت الثالث، بيت نسيب راعي البيجو الذي ما اخذ بنت صاحب البيجو. هو اشترك معاهم لو ما اعتدوا على الضابط بالضرب. ايش سوى فيهم يا جماعة؟ اول ما وصل عند البيت ونفس الحركة، لكن كان يرجم الحصى على الباب وياخذ حجار ويرمي على الباب ويرمي. طلع الرجال هذا نسيب صاحب البيجو يشوف من الذي بيرجم الباب حق بيتهم. اول ما خرج من عند الباب يرشه صاحب الضابط هذا ويدخل لداخل البيت. يا جماعة الكارثة هذه اللي سواها، ذبح كل اللي موجودين داخل البيت. العوائل الثلاث هذا عددهم كلهم 35 واحد، موتهم كلهم، ذابوا ملح. يعني الأسرة هذه أخوان وخوات وعمات وخالات وعيالهم وحريمهم والرجال. الرجال هذا الضابط ما ذبح الذي اعتدوا عليه، ذبح حتى أسرهم. سوى كارثة في هذا العائلة وبالأصح بالقرية كلها. بعد ما خلص عليهم كلهم راح رجع بيته واطلق على نفسه النار، يعني انتحر. وهنا انتهت حياة الرجال هذا وحياة الناس هذا وعوائلهم. طبعا صارت كارثة في هذه القرية في عام 2005، شيء ما يدخل العقل. القصة هذه صارت في إب اليمن، مذبحة بسبة الذي اعتدوا عليه بالضرب، اعتدوا على الضابط. تدخلت المشايخ والقبائل والأمن كلهم علشان يحمون أسرة الرجال هذا اللي كانت بيتها أبوها حانقة منه، كانوا يقتلوهم. أسرة هذا الضابط ما لهم ذنب. كل الأسر هذول يعني الذي يوقعوا لهذا الضحايا اللي ماتوا يذبحوا أسرة الضابط هذا. حموهم الشيوخ والضباط والأمن والقبائل بالغصب، حموهم وشالوهم وسفروهم إلى حضرموت يعيشوا هناك علشان يبعدوهم من المشاكل. بعد ما سافروا هدت السالفة هذه والقصة، وانتهت القصة إلى هذا الحد. هذه نهاية قصتي اليوم، وفي أمان الله ومع السلامة.